السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خلونا نروح الحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني ونريحكم شوي لمباراه الاهلي والنجم ابو زياد. شهر مبارك، كل عام وانت بخير ومساء الخير. مساء الخير ابو الوليد، كل عام وانتم طيبين وشهر مبارك عليك وعلى الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. نبدا في اولى مبارياتنا اليوم، مباراه الاهلي والنجمه. نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 4. نعم، هناك لمس الكره ليد لاعب النجمه، ولكن الكره سبقتها لمسه يد هنا بحركه اضافيه من لاعب الاهلي، لذلك لا يوجد ركله جزاء لنادي الاهلي بسبب الخطا الذي وقع من لاعب الأهلي مسبقا. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 14، حالة سقوط للاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء. حالة تماسك ما بين المدافع والمهاجم، واضح هنا تيشيرت لاعب النجمة أثناء المسك، ولا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي. حالة أخرى في الدقيقة 29، أيضا حالة سقوط للاعب الأهلي، لا يوجد ركلة جزاء للاعب النادي الأهلي. هنا لاعب النجمة تحديدا المدافع نجح في قطع الكرة، لم يرتكب أي مخالفة. ما حدث بعد ذلك من احتكاك هو احتكاك طبيعي نتيجة تنافس اللاعبين في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 32، وهي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو. نشوف الحكم هنا فقد الرؤية في اللحظة الأخيرة، لأنه كان يشاهد مصدر الكرة ولم يشاهد اللاعب ما الذي قام به. هذه عملية لمس الكرة باليد متعمدا، حركة اليد تجاه مسار الكرة. نشوف يد اللاعب كانت في الأسفل وتحركت إلى قطع الكرة، كان وجابا على حكام تقنية الفيديو باستدعاء الحكم واحتساب ركلة جزاء، وهي ركلة جزاء صحيحة بعد العودة إلى تقنية الفيديو. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 51 من الشوط الأول، وهي حالة احتساب ركلة جزاء خاطئة للنادي الأهلي من قبل حكم المباراة وإنذار للحارس، تلاها عملية مراجعة لتحديد هنا تسلسل الفعل. هنا نشوف لاعب النجمة أو الحارس تحديدا نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة، احتكاك بدني طبيعي، لم يكن تجاه الرأس بشكل مباشر وإنما للعب الكرة، ومن ثم حدث تلامس طبيعي نتيجة لعب الكرة، وبالتالي العودة عن ركلة الجزاء وإلغاء الإنذار كان قرارا صحيحا من حكم المباراة بإلغاء الركلة وبالتالي إلغاء الإنذار، وهو قرار مكتمل من الحكام. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، وهي الحالة التي تم من خلالها استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة والحكم عليها مباشرة. هنا حالة مهاجمة في أعلى درجات التهور، كما أسلفنا سابقا أن درجات التهور التي تذهب ما بين المستوى الخامس والسادس يتم مراجعة الحالة لكي يشاهد الحكم واتخاذ القرار، والإنذار كافي لأنها أعلى درجات التهور. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 58، وهي حالة الطرد التي تعرض عليها لاعب النادي النجمة نتيجة الضرب بتهور على لاعب هنا الأهلي. الإنذار الثاني كان إنذارا صحيحا للتهور، ولكن إذا ما نظرنا إلى الإنذار الأول لم يكن مستحقا. هذه عملية هي يستحق فيها فقط الحارس ركلة حرة غير مباشرة لمنع اللاعب من الكرة أو الحارس تحديدا من لعب الكرة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 91، وهي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي. هنا الاحتكاك اللي خارج منطقة الجزاء تلامس خفيف جدا لا يرتقي إلى الخطأ، ومن ثم هنا عملية ركل بإهمال قام بها لاعب النجمة هنا تحديدا عند تغيير المسار من قبل لاعب النادي الأهلي تجاه قدمه، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي نتيجة هنا العرقلة بإهمال. باختصار ركلتي جزاء الأهلي أو الثلاث اللي احتسبت صحيحة؟ ركلتين جزاء صحيحة، والإلغاء قرار صحيح في الثالثة. ركلتي جزاء اللي احتسبت، نعم. ركلتي جزاء ولا ثلاث اللي احتسبت ثنتين أقر بها الحكم وواحدة ألغيت وهو قرار صحيح. ركلتي جزاء الأهلي صحيحة وطرد لاعب النجمة صحيح. طرد بالإنذار الثاني يستحقه، ولكن إذا ما نظرنا إلى الإنذار الأول لم يكن يستحق اللاعب الإنذار، كان يجب على حكم المباراة أن يكتفي بركلة حرة غير مباشرة.